بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بالدعاء لإخواتنا في فلسطين، شرف الأمة وفخرها. ربنا رب ينصرهم على الكيان الصهيوني المحتل ويقوي من عزيمتهم ويثبتهم على الحق دايما. عايزين دعمنا دايما يكون متواجد، مش عشان الأسبوط الإعلامي قل دعمنا يقل، سواء كان بالدعاء سواء كان بالتبرع اللي هي أقل الحاجات، أو سواء حتى إن إحنا نقاطع المنتجات اللي بتبقى الشركات بتساعد الكيان الصهيوني وتتوجه أسلحة على إخواتنا. نقطة تخص ازدواجية المعايير زي ما موجود برضو في القوى العظمى اللي موجودة حاليا على الكوكب، اللي تخص القانون الدولي اللي بيتطبق على دول ما يطبقش على دول تانية. موجود برضو في كرة القدم الاتحاد الأوروبي أو اليويفا، بطولة يورو اللي هتبقى في شهر 6 2024. عندك تصفيات 55 دولة مشتركة في الاتحاد الأوروبي، منهم دولة ما تلعبتش تصفيات بسبب حربها ضد أوكرانيا. الدولة دي مين؟ الدولة دي روسيا، ومش هتبقى متواجدة في اليورو الجاي لأنها أصلا ما تواجدش في التصفيات. فتخيل بقى في دولة كده ملهاش اسم أصلا، يعني دولة محتلة، دولة ملهاش أرض، دولة بيجمعوا نفسهم في جميع الدول التانية اللي أصلا مش طايقاهم، ويروحوا يغتصبوا أرض معينة ويقول لك دي أرضنا. والدولة دي قاعدة خلاص متواجدة في الاتحاد الأوروبي، متواجدة في التصفيات، وهتبقى ممكن تكون متواجدة في اليورو بسبب إنها تبقى متواجدة في الملحق الأوروبي رغم قصفها على إخواتنا في غزة حاليا. الأهلي بيمر بفترات صعبة جدا، الأهلي حاليا في عنق الزجاجة. الأهلي داخل على ماتشات في كأس عالم للأندية، البطولة اللي هي ممكن تخرج من عنق الزجاجة أو تفضل عنق الزجاجة لحد آخر الموسم. الأهلي عنده ماتش في الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا ضد شباب بلوزداد، ماتش هيبقى صعب جدا خصوصا بعد التعادل مع ينجا أفريقيا في الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا. مارسيل كولر يشيل جزء من المسؤولية، اللعيبة تشيل جزء من المسؤولية، الإدارة تشيل جزء كبير من المسؤولية. مارسيل كولر من الجزء اللي يشيله ان هو ما بيطورش من اللعيبه. انت عندك كارلوس مدرب مساعد انت جايبه اصلا لتطوير الاداء، وبدايه الموسم وفي المعسكر الموجود في النمسا شفنا اجواء بتقول ان زعلوك بتطور له ضربات الراس لانه لاعب شاب ولاعب خامه كويسه. خالد عبد الفتاح بتطور له الجزئيه الفنيه اللي هو يلعب برجله الشمال لانك ساعات بتبقى محتاجه باك شمال، قلنا حاجه كويسه جدا. لاعب زي مروان عطيه برضه بتطوره سواء كان بالتسديد او سواء كان حتى ان هو يطلع بكره من تحت، ولاعيبه كتير على نفس المنوال. تمام، قلنا الاهلي هيبقى كويس، الاهلي جاب 5 بطولات الموسم اللي فات وبدايه موفقه، هنلعب سوبر افريقي وان شاء الله هنأدي وان شاء الله هنوصل وهنجيب بطولات كتير. سوبر افريقيا تخسر من اتحاد العاصمه رغم انك انت اداء كان كويس جدا بس خسرت، قلنا مش مشكله، عقبه والاهلي هيعدي. تيجي بعد كده بطوله السوبر الافريقي، اداء يعني متخاذل جدا سواء كان من مارسيل كولر اللي مفيش تطوير، اللي هو مكوينا مدرب صن داونز عامل عليه جيم قوي جدا. ماتش العودة كان فيه بدلك سواء كان من كهربا الكرة جت في العارضة أو سواء كان من ضربة جزاء بتاع علي معلول، مفيش مشكلة برضه، ماتش وعدى. تيجي بعد كده عقبات بتحصل كتير سواء كان في الدوري أو سواء كان في دوري أبطال أفريقيا، دايما يكون في وقفة. اجتماع حاصل من كابتن محمود الخطيب وخالد بيبو مدير الكورة حاليا، اللي هو مش بيأدي أو مش بيعمل نفس النمط اللي كان بيعمله سيد ابو حفيظ، عشان كده كل ظلمه او الكل بيقارنه بسيد ابو حفيظ. ممكن خالد بيبو ما يكونش جدير، لكن في نفس الوقت ما تقارنوش بمدير كره وحيد مر على تاريخ النادي الاهلي زي سيد عبد الحفيظ، اللي هو مدير الكره اللي مختلف عن الباقي. مر الكابتن ثابت بطه كان قوي جدا برضه، وائل جمعه، مره اسماء عديده على اداره كره النادي الاهلي ما تختص لا اداره كره معين، ممكن مدير الكره ده مختلف عنه، لكن اهم حاجه هل هو يعني مسيطر على اوضه اللبس، مسيطر على اللعيبه. الكلام ده بقى اللي ممكن تتكلم فيه، انما ما تتكلمنيش على جزئيه كان سيد ابو حفيظ او كابتن سيد ابو حفيظ كان بيعملها ما كانش مطالبه ليه، ما كانش مطالبه منه اصلا. دي النقطه الثانيه بالنسبه للاجتماع، تيجي بعد كده تخسر من ماتش قدام يانج افريقيا، اللي اتوقع برضو ممكن يتكلموا في نقط فنيه او نقط تكتيكيه، لان شفته في الماتش ده مارسيل كولر غير الطريقه ل 4-2-3-1، الطريقه اللي هي اصلا مارسيل كولر ما كانش او مش بيحبها، لان اول ما جه لعب ب 4-3-3 حتى قفشه ما بقاش متواجد، وحتى لما كان بيلعبه لا كلاعب رقم 8 لانه بقى بيكون جبهات، ودي كانت من النقط الايجابيه جدا لمارسيل كولر، خصوصا مع وجود حمدي فتحي اللاعب اللي كان بيتحرك من خلف الامام وكان بيبقى غير مراقب وبيسجل اهداف كتيره
من نفس السيستم اللي بتعمله ده. وفي الماتشات الدفاعيه بتلعب ب 4-1 عادي جدا، كلاعب ارتكاز وحيد اللي هو مروان عطيه، وقدامه حمدي فتحي والي ديانج، وكنت بتأدي اداء كويس وخدت منها ال 11. طيب بعد كده الاهلي لعب ب 4-2-3-1. لعبت امام عاشور كلاعب بلاي ميكر صريح. امام عاشور ما اداش فيها لانه اصلا مش مركزه. امام عاشور بقى بيناوب ما بين اليمين والشمال، وهو في الاصل كان بيلعب لاعب رقم 8 ناحيه الشمال، بيعمل جبهات مع حسين الشحات وعلي معلول. ما اداش الشوط الاول، ما كانش كويس. لعبت قفشه اللي هو اصلا مركزه الاساسي بلاي ميكر. قلت بقى قفشه خلاص بقى الشوط الثاني ده هيأدي اداء كويس جدا. قفشه هنكون القفشه اللي شفناه في التاسعه وقفشه اللي شفناه في العاشره، وهيبقى قفشه اللي هو اللاعب اللي قلنا ممكن الادوار التكتيكيه اللي بتطلب منه بتقلل من مجهوده، وبالتالي بتقلل من النواتج الايجابيه اللي بيبقى مستنينها من قفشه. لكن برضه رغم كده قفشه ما اداش. قفشه كنت بشوف 18 في الاهلي بطريقه غريبه. انا في كوره 1 2 بينه وبين اللاعب جناح الشمال في الاهلي، سواء كان علي معلول او سواء كان حسين شحات، اللاعب ما بينهم خصم. طب باص الكوره اتحرك بقى خلاص كده، والكوره هتلعب لك في ظهره. لا ده قفشه باصه ورجع. مش عارف عمل كده ازاي. يعني انا مش عارف انت بتعمل استحواذ سلبي ليه؟ انت لاعب بتلعب بلاي ميكر، هو انت مطالب منك ارقام. انت هتوصل المهاجم ده قد ايه؟ هتعمل كميه اسيستات ازاي؟ او حتى كي باص قد ايه؟ او حتى بتعمل كروس باص علو ازاي؟ قطري وطولي، وبتعمل جبهات كتير. انما ما تبقاش ترجع لي تطلب الكره اصلا في مساحات ما فيش خصم فيها، وتستحوذ على الكره وباص قصير ولا ليه اي ستيل لازمه، وتعمل في الاخر استحواذ سلبي، وانت في الاخر ما فيش جوده منك ومفيش نقط ايجابيه بتاديها. ده بالنسبه لقفشه. كريم فؤاد اللاعب الديناميكي، اللاعب اللي انا شايفه يعني كواليتي مختلف عن اللعيبه المتواجده حاليا في الاهلي. لكن برضو كريم فؤاد في اخر فترات برضو عنده تهور شويه، عنده نقطه عايز يبقى في نفس الوقت يبقى في فرق ما بين السرعه والتسرع. كريم فؤاد بقى بتوصل منه السرعه او الديناميكيه الكبيره في ارضيه الملعب انها بتوصل للتسرع، زي ما شفناها في الانفراد اللي حصل. انت ماشي الحارس لخبطك بانه تحول ناحيه الشمال وبعدين كده جه ناحيه اليمين مره واحده اوصل الكوره. لكن انت لاعب برضه عندك قرارات، لاعب جناح. طالما انت بقيت جناح مش باك، فانت خلاص امكانياتك كامكانيات جناح، تطالب بمتطلبات الجناح اللي هو انت زيك زي السنتر فيرود بالظبط. الجناح حاليا في الكره الحديثه هو لاعب مهاجم، تروح للكره انفراد تام 90% الكره هدف، لا اما تعدي الحارس يمين او شمال بمهاره، لا اما تشوط الكره عاليه لفوق بدل ما تشوطها لتحت، لانها بتبقى اكتريه الكره بتعمل بقوه لتحت دي بتطلع بره. لا اما تعملها بقوه لفوق، سواء كان الحارس طار لتحت الكره خلاص جت جون، او حتى تعمل فنت. يعني لها كذا سبب، ودي دور كارلوس المدرب اصلا اللي جاي لتطوير الاداء. يعني انت ما تمسكليش مهاجم وحيد اللي هو او المهاجم عموما سواء كان موديست او كهربا او صلاح محسن وتطور فيهم الفينش، وسيب لي الجناحات اصلا اللي هم بيوصلوا يمكن اكتر من السنتر فيرود. خصوصا لو السنتر فيرود عندك هو لاعب محطه، فهو مجرد ان هو بيفتح مساحات للاجنحه، فاللي بيوصلوا اصلا لل 18 كيلو بيوصلوا انفرادات هم الاجنحه. فطور الاجنحه برضه الفينش ده لازم يكون موجوده مع كارلوس، ولازم يكون ده دور كولر. ولازم الكولر مع الوقت يطور. دخل كاس عالم انديه قدام اتحاد جده، وغالبا اتحاد جده انت اللي هتلعبه. دوري روشن سعودي ده حاليا دوري مرعب، امكانيات كبيره جدا حتى على مستوى اللعيبه السعوديه، امكانيات بقت قويه جدا. بقى من الاخر خدوا الامكانيات اللي موجوده مع اوروبا زي لعيبه زي كانتو وفابينيو وزي بنزيما، بقى موجوده في اللعيبه المحليه واللعيبه السعوديه اللي بيلعبوا في صفوف الدوري الروشن السعودي عموما. فالماتش هيبقى صعب جدا. انا مستبشر خير، لان الاهلي في الماتشات الكبيره بيأدي، لكن ناخد بالاسباب. لازم يبقى في تطوير، لازم يكون في وقفه. ماتش جدول الشباب بلوزداد هو ماتش اصعب من وجهه نظر ماتش الاتحاد، لازم نعدي من الماتش ده باقل الخسائر. اقل خسائر معناه انك تكسب، يعني ده اقل خسائر، لكن افضل انك تكسب بسكور، لانك انت داخل على ماتش هو اللي هيخرجك من عنق الزجاجه، خصوصا انك داخل على السوبر المصري بعد كاس عالم الانديه، ولازم تكسبه لانك هتلعب سيراميكا، وفي احتمال كبير جدا هتلعب بيراميدز اعلى كواليتي حاليا في مصر. لازم تكسب بيراميدز، لان بيراميدز دلوقتي لا اما لو انت وقعت من كاس عالم الانديه هتروح تخسر من بيراميدز بسكور لو عديت من سيراميكا اصلا. اتمنى الاهلي يعدي المحنه دي بطريقه افضل، ونوصل ان شاء الله لابعد نقطه كاس عالم الانديه. الموسم ده ما تتوقعش فيها انك توصل مثلا لفضيه، على الاقل خلاص عايزين برونزيه كالعاده النادي الاهلي.